اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. في فيديو عايزين نتكلم على ازاي ممكن ان انا ابتدي اغير في الجيومتري بتاعتي باللي اتعلمناه المره اللي فاتت وهنعيد عليه تاني ونغير بشكل اعمق شويه. احنا اتعلمنا كام حاجه بس كلها مش حاجات كفايه قوي ان انا اقدر ان انا اتعامل مع المش. وعشان نبقى عارفين دايما نبقى مركزين مع بعض ودايما نقول احنا بنعمل كده ليه، انا ليه بتعلم حاجه زي كده. 3D مبني بشكل كبير جدا على فكرة ان انا اقدر اتحكم بالمودلز بتاعتي، ففكرة ان انا اعرف ان انا اعدل عليها حاجة في منتهى الأهمية. ما اعتمدش على ان انا استخدم مودلز اونلاين وخلاص، عشان ده بيعيق اي حد حابب ان هو يشتغل بشكل جد بطريقة كبيرة جدا. فلازم نتعود ان احنا نقدر نأديت الجيومتري بتاعتنا بنفسنا واشتغل عليها بنفسنا حتى من الصفر. تعالوا نبدأ كده نتكلم واحدة واحدة. أنا لما بجيب مربع إيه المعلومات اللي بتبقى موجودة عندي في المربع ده؟ أول معلومة طبعا أنا هنبدأ مربع من الأول جديد، فأول معلومة طبعا شيفت A وهدوس مش وبعد كده كيو. أول معلومة بتبقى موجودة عندي هي اللوكيشن والروتيشن والسكيل بتاع المربع ده. ففي الحالة دي ده بيبان لي يا هنا لو أنا جيت على المنيو دي ودوست على Object Properties، سيبكم من كل الحاجات التانية. لو انا جيت على object properties هيبقى عندي location rotation و scale. او لو انا دوست زرار n هيبان لي location rotation scale. بس في حاجه كمان موجوده هنا مش موجوده هنا. وليه بنفتح اصلا حاجه زي كده بدل حاجه زي كده؟ عشان احنا قدام هنبتدي نتعامل مع منيوز تانية موجوده هنا. فمش طبيعي ان انا ابقى كل شويه لما اجي عايز اعرف حاجه عن الاوبجكت ان انا اجي ابص على الاوبجكت بروبرتيز. فنعود نفسنا ان انا ببص هنا احسن كتير. لما بتدوس ان بيطلع لي المنيو دي في حاجات هنا مش هتبقى عندك، ما تقلقش خالص. المهم ان انا يبقى عندي ايتم وعندي فيو، دول اهم حاجتين دلوقتي. لما اجي ابص هلاقي ان الشكل ده اللوكيشن بتاعه 0 0 0، الروتيشن بتاعه 0 0 0، السكيل بتاعه 1 1 1، والدايمنشنز بتاعته 2 2 2. يعني ايه دايمنشنز؟ الدايمنشنز دي حجم الاوبجكت فعلا، مش حجم الاوبجكت كان هو النقطه الصفراء اللي موجوده جوه، لا، حجم المش بتاعته او الجيومتري بتاعته. زي ما احنا اتكلمنا اخر مره، في فرق كبير جدا ما بين الاوبجكت والجيومتري. لما اجي اقول اوبجكت انا مش قصدي المربع ده ولا اي حاجه فيه، اللي انا بعمله دلوقتي انا مش عايز حد يراجع معايا، انا بس بوريكم. مش قصدي المربع ده، مش قصدي اي حاجه من الكلام ده. اللي قصدي عليه هي النقطه الصفراء الصغيره دي. بمعنى ان انا عندي النقطه الصفراء الصغيره دي ممكن اعتبرها وعاء ممكن يتحط فيه 1000 مربع. المربع نفسه هي الجيومتري بتاعتنا، اللي هو متكون زي ما اتكلمنا قبل كده من vertices edges و faces. في الحالة دي هو بيقرب من نفسه ويقول لي غالبا الجيومتري او الدايمنشنز بتاعت الجيومتري بتاعتك 2 في 2 في 2، ودي حقيقة. الدايمنشنز بتاعت الجيومتري بتاعتي 2 في 2 في 2، عشان المربع الديفولت كيوب اصلا الحجم بتاعه بيبقى 2 متر في 2 متر في 2 متر. في الحالة دي بيبقى عندي حاجة زي كده. طيب، ده جميل وكل حاجة، بس أنا عايز إن أنا أتعمق برضو قدام شوية وأشوف. عشان أثبت النظرية دي محتاج إن أنا أفهم إن أنا دلوقتي لو غيرت الحاجة دي وجيت هنا كتبت 3 مثلا، هتلاقيه بيكتر الدايمنشنز وبالتبعية بيكتر. بص بيكتر إيه؟ بيكتر السكيل. يعني الدايمنشنز والسكيل مربوطين ببعض بشكل كبير. طب هل الدايمنشنز دي حاجة أنا بفكر فيها معظم الوقت؟ معظم الوقت لا. معظم الوقت احنا بنفكر في السكيلينج، بس مهم ان الدايمنشنز تبقى موجوده لو انت عايز تعمل ابعاد دقيقه شويه. في الحاله دي بشكل كبير احنا هنركز على السكيل. السكيل بس فيه تريكه معينه كده هنتعلمها كمان شويه، بس مهم ان احنا نبقى فاهمين الدايمنشنز موجوده ونقدر نستعملها. طيب انا دلوقتي زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، جوه اوبجكت مود اللي هو الاوبجكت اللي هو من بره ده اللي احنا شايفينه ده، اقدر ان انا اغير اللوكيشن الروتيشن والسكيل وطبعا الدايمنشنز بتاعت الاوبجكت بتاعي. فاقدر ان انا احرك بجي واختار الاكسيس اللي انا عايزه اكس واي او زد، روتيت بار اكس واي او زد، سكيل باس اكس واي وزد، وطبعا اغير الدايمنشنز من هنا. بس دي حاجه مش هنعملها كتير قوي. فانا عارف ان انا ممكن اعمل كل ده في اوبجكت مود، بس ده مش كفايه. اللي انا محتاج اعمله ان انا ابتدي اعدل على الشكل جوه في edit مود. فلما نيجي نبص على حاجه زي كده، عشان اعمل حاجه زي كده انا محتاج اعمل حاجه من اتنين: ان انا ادوس تاب واخش جوه edit مود، او ان انا اجي هنا في object مود وادوس edit مود وان انا اعدل على الشكل من جوه. سواء ده او ده هي نفس الحركه بالظبط. اللطيف في تاب ان هي بس سريعه، يعني كل اللي انا بعمله ان انا بس بدوس تاب
على طول تاب 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 ويقعد يقفل ويفتح. معلش انا دايس بره واقف بره. تاب 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 اهي، فيقعد يقفل ويفتح. الايديت مود اوبجكت مود ايديت مود اوبجكت مود، مش لازم كل شويه اجي هنا. فبعد كده هتلاقوني بدوس تاب، مش بروح هنا عشان اقلب بين اوبجكت مود وايديت مود. دي معلومه مهمه. طيب انا دلوقتي عندي الاوبجكت بتاعي وعايز دلوقتي ان انا اعدل عليه. زي ما اتكلمنا قبل كده، عشان اعدل على اي حاجه محتاج ان انا اخش edit مود وابتدي ان انا اشوف انا عايز اعدل على اساس ايه. هل انا عايز احرك، عايز روتيت، عايز سكيل؟ فمثلا لو انا واقف على الفيرتيز دلوقتي اللي هي النقط الكورنرز بتاعتنا، ممكن ان انا اختار اي عدد فيهم واحركهم في الزد دايركشن، في الاكس دايركشن، في الواي دايركشن، اروتيت في الزد واي اكس، اسكيل في زد واي اكس. بالظبط، يعني ممكن اعمل كده. بس لازم اخلي بالي من حاجه مهمه جدا، ان انا دلوقتي لما بقول للشكل ده كله سكيل زد، هو بيسكيل من النقطه دي، بيسكيل من الاوريجن بتاع الشكل. يعني انا احرك الشكل ده شويه على الشمال عشان نقدر نشوف، هو بيسكيل من النقطه دي. يعني انا لما اجي سكيل دلوقتي هو بيسكيل من الاوريجن بتاع الشكل، ولما اجي سكيل في زد دايركشن هو بيسكيل برضو من الاوريجن بتاع الشكل. طيب انا دلوقتي لما بمسك شكل مثلا الوش ده، او لما بمسك مثلا اي الاثنين فيرتيز دول، لما بسكيل هو بيسكيل على اساس ايه؟ يعني لما اقول له سكيل هو بيسكيل على اساس ايه؟ اللي هو بيسكيل على اساسه هو حاجه بنسميها الميديان بوينت. الميديان بوينت دي بكل بساطه هي ان هو بيبص للفيرتيز ده، بيبص للفيرتيز ده ويقول هو نصهم فين. نصهم النقطه دي، فانا هسكيل من النقطه دي. فانا همسك دي وانا دايس شيفت عشان اختار التانية، هدوس عليها وهسكيل وهو هيسكيل من نقطه النص. طيب هل ممكن نغير حاجه زي كده؟ ممكن، بس انا عايز نعود نفسنا عليها بس دلوقتي شويه، وبعد كده نبقى نغيرها. طيب هل نفس الموضوع بالنسبه للروتيشن؟ نفس الموضوع بالنسبه للروتيشن. الحركه طبعا مجرد حركه، مش بتتحرك من نقطه معينه، هي بتتحرك في العموم. السكيل والروتيشن بيتحركوا من نقطه، فهو بيختار النقطه دي. نفس الموضوع لو انا مثلا مسكت النقطه دي وانا دايس شيفت اخترت النقطه دي، لما بيجي يسكيل هو اكيد هيسكيل من ايه؟ من نص النقطه. بس لو انا اخترت مثلا النقطه دي كمان وانا دايس شيفت، فهو بصوا مش بيسكيل من نص دلوقتي، هو بيسكيل من نقطه بين التلاتة دول. هتلاقوا لو عملتوا كده يعني بدماغكم كده سهم مثلا رايح من هنا لهنا، وبعد كده سهم رايح من هنا لهنا، وقعدت نوصل التلاتة ببعض، هتلاقي ان انا من الاخر كلهم يعني في نقطة مش في الاوريجن نفسه. فاهمين قصدي؟ نفس الموضوع بالنسبة للروتيشن. طب هل ممكن اغير حاجة زي كده؟ طبعا ممكن. عشان اغير حاجة زي كده عندي زرار هنا موجود اسمه هتلاقي يعني اسمه اصلا مش معروف قوي، ترانسفورم بيفت بوينت. البيفت بوينت ان انا اغير البيفت بوينت يعني، واقدر ان انا اغير البيفت بوينت دي النقطة اللي اي عدد من الفيرتسز من الايدجز من الفيسز لما اجي اختارهم، البيفت بوينت بتبقى حسب السيتنج اللي انا حاطه. في الحالة دي الديفولت بتاع بلندر، او لما نخش بلندر اللي بيبقى موجود هو حاجة اسمها ميديان بوينت. الميديان بوينت هي فكرة ان هو بيلاقي ادي نقطة النص فانا هسكيل النص بس. طب تعالوا نعدي واحدة على الحاجات المهمة، مش عايزين كل حاجة. 3D cursor نوعا ما مهمة. ال 3D cursor لو انتوا فاكرين انا هجيب مربع تاني دلوقتي شيفت ايه وهجيب كيوب. ال 3D cursor هو نقطة نص العالم. و 3D cursor هيبقى ليه فيديو بنتكلم فيه كتير عشان هو حاجة مهمة، وهنتكلم على تغيير الاوريجنز كتير، بس دلوقتي بس احنا عايزين نأقلم نفسنا على الفكرة الأول. ال 3D cursor هي نقطة العالم. فأنا دلوقتي لو مسكت الشكل ده الاتنين دول وقلت سكيل هو بيسكيلوا من هنا، بس لو جيت هنا قلت له 3 دي كيرسر هو هيسكيل من النقطة اللي في النص دي، مش النقطة الصفراء. خلي بالكم هو بيسكيل، شايفين الدايرة اللي لونها أبيض أحمر أبيض أحمر، هو بيسكيل منها. عشان برضو نثبت حاجة زي كده، لو أنا جيت هنا أنا لسه على السيتنج بتاع 3 دي كيرسر ومسكت الفيرسيز ده والفيرسيز ده وعملت سكيل، هنبقى فاكرين ان هو هيسكيل من النقطة دي من النقطة الصفراء، بس هو مش هيعمل كده، هو هيسكيل من نقطة، بصوا هيروح لفين؟ هيروح لنقطة العالم، نص العالم. مهمة مش بنستخدمها كتير قوي بس مهمة. طيب عندي ايه كمان؟ عندي حاجة اسمها individual origins. individual origins مهمة جدا، عشان دلوقتي تخيلوا ان انا عندي، انا هحرك الاتنين دول على جنب دلوقتي، ان انا عندي كيوب وعندي كيوب تاني. ازاي بدوبليكيت الكيوب؟ شيفت دي، بدوس شيفت دي واحركه. يعني انا بدوس على الشكل ده وادوس شيفت دي واحركه في الاكس دايركشن، شيفت دي اكس. تخيلوا دلوقتي ان انا ماسك الثلاثه دول وعايز ان انا اروتيت. دول ثلاثه اوبجكتس، انا مش في اديت مود دلوقتي،
فانا مسكت الاوبجكت ده شيفت، مسكت الاوبجكت ده شيفت، مسكت الاوبجكت ده، وعايز دلوقتي ان انا اروتيت الثلاثه. في الطبيعي جوه بلندر اللي بيحصل ايه؟ ميديم بوينت، ده الطبيعي، فلما اجي روتيت هيروتيت كلهم مع بعض. بس لو انا عايز اروتيت كل واحد في الاكسيس بتاعه في النص، ازاي بعمل حاجه زي كده؟ بنيجي هنا عندنا حاجه اسمها individual origins. لو انا دوست على individual origins دي دلوقتي وعملت rotate، بصوا هيروتيت من الاكسيس بتاعه، بروتيت بار، هيروتيت على ايه؟ كل واحد فيهم الاكسيس بتاعه. ودي مش حاجه في اوبجكت مود بس، دي حاجه كمان في edit مود. يعني انا دلوقتي لو مسكت الشكل ده، اي شكل فيهم، دخلت edit مود بتاب ومسكت الفيس ده، او مسكت، تعالوا مثلا ناخد الادج ده والادج ده والادج ده مثلا، لو انا عندي ميديان بوينت اللي هي الديفولت اللي هنخش عليها، اللي هيعمله ان هو هيلاقي نقطه النص ما بين الثلاثه، مش نص الاوبجكت ولا نص العالم، لا الادج ده والادج ده والادج ده، فهو هيلاقي نقطه في نصهم ويروتيت منها. فلما يجي نروتيت هيعمل لي حاجه زي كده. بس لو انا عملت individual origins هيعمل حاجه لذيذه قوي، هيروتيت كل واحد فيهم على النص بتاعه. يعني هيبقى ده نصه هنا، ده نصه هنا، ده نصه هنا، هيروتيت على النص بتاعه. أداة قوية جدا برضو وهنستخدمها كتير، يمكن أكتر بكتير من 3D cursor، مش أكتر من medium point بس أكتر من 3D cursor. طيب عندي إيه كمان؟ أنا هديليت كل حاجة دلوقتي، سيبكم من كل دول، هجيب مربع جديد. عندي حاجة اسمها active element. اكتف element بكل بساطه هو لما بخش edit مود او حتى object مود، هنشوف المثالين، هو اخر شكل انا اخترته وانا بدوس شيفت. يعني انا لو دوست على الشكل ده وبعد كده رحت دايس شيفت على الشكل ده وبعد كده رحت دايس شيفت على الشكل ده، هتلاحظوا ان الاتنين دول شبه بعض، بس ده شكل مختلف عشان اخر حاجه انا اخترتها وانا دايس شيفت. وعشان لو عايز انا اخلي ده الاكتف element، اللي انا بعمله بدوس شيفت وادوس عليه، فهو بيبقى هو ادوس عليه كذا يعني مرتين، فهو بيبقى الاكتف element، فيبقى معايا حاجه ايه زي كده. فيبقى عندي النقطه دي هي الاكتف element بتاعت الشكل. فلو انا جيت هنا وقلت اكتف element وابتديت ان انا روتيت او ان انا سكيل، هيسكيل من النقطه دي اهو. طبعا يمكن المثال ده مش احسن حاجه عشان عدد بس الادجز كتير شويه، فاحنا ممكن نعمل ده وده وده، التلاته دول، الثلاثه ايدجز دول مثلا، واخلي ان شايفين الاكتيف اليمنت اخر حاجه انا اخترتها بشيفت لونه ابيض شويه، التانيين لونهم اصفر. بصوا بيسكيل من الاكتيف اليمنت. طب لو اخترت ده اهو، بدوس شيفت مرتين عشان ايه، شيفت وبعد كده كليك مرتين عشان ده يبقى الاكتيف اليمنت، هيسكيل من الاكتيف اليمنت بتاعنا. نفس الحاجه بتنطبق على اوبجكتس. يعني انا دلوقتي لو دوست شيفت دي وحركت الشكل ده في اكس دايركشن، شيفت دي وحركت الشكل ده في اكس دايركشن، في الطبيعي لو انا مسكت الثلاثه ورحت على ميديان بوينت، هو لما اجي روتيت هو هيروتيت من نصهم، من نص الشكل. هو ده مش النص ده، لا هو من نص الشكل في العموم، من نص الثلاثه. اختار غالبا نصهم فين وهروتيت منهم. بس لو انا قلت روتيت من الاكتيف اليمنت، فانت ممكن توقف كده وتفكر فين الاكتيف اليمنت هنا، ده لونه برتقاني، ده لونه برتقاني، ده لونه اصفر، اللي لونه اصفر. لو اخترت ده اخر واحد هيبقى هو الاكتيف اليمنت، لو اخترت ده اخر واحد هو الاكتيف اليمنت. فتعالوا نختار ده مثلا اخر واحد، الروتيت هيروتيت منه، اختار ده اخر واحد، الروتيت هيلف منه. لازم اعود نفسي بالحاجات دي، لازم ان انا امشي واحده واحده واعود نفسي ازاي كل واحده فيهم بتشتغل. سيبكم باوندنج بوكس دلوقتي مش ازمه قوي، يمكن اللي انا عايزكم دايما ترجعوا لها هي ميديم بوينت، هي يمكن اهم واحده فيهم واكتر واحده هنستخدمها. لو انت استخدمت 3 دي كيرسر، individual origins، active element، عود نفسك انك ترجع على طول للتانيين على طول، عشان لو ما عملتش كده هتلاقي نفسك الفايلات فيها حاجات غريبه بتحصل وانت مش فاهم ليه وانت نسيت ان انت غيرتها. فدايما ارجع لميديم بوينت بعد ما تخلص عشان هو الاساس اللي غالبا هتشتغل عليه. فده حاجه بسيطه. بس انا دلوقتي اللي انا عايز اتكلم عليه هو لو انا دلوقتي عندي مجموعه من الاوبجكتس وعايز ان انا اضمهم مع بعض او افرقهم عن بعض، بعمل كده ازاي؟ اللي انا بعمله ان انا لو دوست شيفت اي كيوب وبعد كده رحت دايس شيفت دي في الاكس دايركشن، دوست اكس بعدها وليفت كليك في اي مكان مش مشكله، وعايز اضم الشكلين دول مع بعض، اللي انا بعمله ان انا بختار ده وبعد كده بختار ده وانا دايس شيفت، بدوس كنترول جي. طب هنا بقى بيجي سؤال، الاوبجكت ده ليه اوريجن، الاوبجكت ده ليه اوريجن، هو بياخد الاوبجكت بتاع او الاوريجن بتاع اوبجكت ايه؟ تعالوا نجرب كده تاني. لو انا دوست شيفت دي كمان، عندي الثلاثه دول، وهكليك ودراج كده واختار اخر واحد الاكتيف اليمنت اللي هو بيبقى عليه اصفر ده مثلا. فانا هنا عندي اوريجن، هنا عندي اوريجن، وهنا عندي اوريجن، ودوست كنترول جي. فاللي بيحصل
ان هو بياخد الاوريجن بتاع اخر مربع انا اخترته. تعالوا نعمل كنترول زد لو احنا بنرجع الكوماند عشان نجرب الحركه دي تاني. كنترول زد كانها بتعمل اندو. كنترول زد لو انا دوست على الشكل ده اخر واحد فبقى هو الاصفر، كنترول جي هياخد الاوريجن بتاع الشكل التاني. ولو لاحظتوا دلوقتي في حاجه لذيذه قوي حصلت، ان الدايمنشنز بتاعت الاوبجكت بقت 8.5 5.4 2.2. طب هو بيقيس ده على اساس ايه؟ بيقيسوا على اساس حجم الاوبجكتس في العموم. يعني ايه؟ مش حجم كل واحد فيهم ويجمعه، لا. هو مثلا لو انا دخلت edit مود مثلا واخترت مثلا الشويه دول وحركتهم مثلا وطلعت، هتلاقي ان هو كبر عدد الاكس، مش عشان الشكل كبر، عشان امتداد الشكل كبر. يعني كأن الشكل ده كله لو هو اوبجكت واحد حواليه بوكس كبير كده مغطيه، فالدايمنشنز هي البوكس ده. وكل ما غير بصوا هتلاقيه بيغير حجم الشكل وبالتبعيه السكيل. هل ده مهم؟ لا مش مهم، بس انا بس قلت اقول لكم عشان تبقوا عارفين. طب انا دلوقتي عندي 3 اشكال دول، وعايز ان انا تعالوا نديليت كده عشان نجرب الحركه دي تاني. انا هجيب كيوب، شيفت دي هجيب كيوب تاني، شيفت دي هجيب كيوب تاني، هختار التلاتة وانا عايز ان الاوريجن يبقى هنا، يبقى في المربع ده. فاللي انا هعمله ان انا هدوس شيفت وبعد كده ليفت كليك كنترول جي عشان ده يبقى الاصفر مش اي حاجه تانية، كنترول جي فيبقى هو ده اللي عليه الاوريجن وكلهم بقوا شكل واحد. كنترول جي بتضم كل الاشكال مع بعض. فانا دلوقتي ضميت كل الاشكال مع بعض. طيب انا دلوقتي عايز ان انا اخلي الاوريجن في نص الشكل، في نص الشكل ده كله. نص الشكل لما تيجي نبص على حاجه زي كده وبنتكلم في حاجه مثلا هنا مثلا، يعني في نص التلاته يعني. فازاي اعمل حاجه زي كده؟ الاول بس قبل ما نعمل حاجه زي كده لاحظته ان اللوكيشن اتغير عشان النقطه دي اتغيرت، بس الروتيشن ما اتغيرش، السكيل ما اتغيرش. ليه؟ عشان الاوريجن مكانها اتغير بس السكيل ما اتغيرش ولا الروتيشن اتغير. لو انا دوست اديت مود مثلا، دخلت اديت مود وقعدت بار اروتيت كل حاجه، هل هيتغير في اوبجكت مود بره؟ هطلع بتاب ما اتغيرش. تاني عشان كل دول جيومتري، كل دول مجرد الحاجات اللي انا بملى الطبق بيها. لو انا مثلا عندي اكله، دول الاكل مش الطبق نفسه. الطبق هو الاوبجكت والمربعات دي هي الاكل من الاخر. عارف تشبيه غريب بس كنت ده اقرب حاجه انا فكرت فيها. ففي الحاله دي انا الاوريجن بتاعي هو الطبق، اللي هو لما اجي اروتيت من هنا او ان انا ادوس ار زد هو بيروتيت. بس لو انا دخلت اديت مود وعملت روتيت للاكل هو مش بيروتيت الطبق كله. هي دي الفكره. فانا دلوقتي لو عايز انا اخلي الاوريجن في نص الحته دي، ودي حاجه مهمه، الموضوع ده مهم جدا. كل اللي انا بعمله رايت كليك set origin to geometry، رايت كليك set origin to geometry. الهدف من المنيو دي هي ان انا اعدل الاوريجن مكانه اللي هي نقطة الصفر، اللي هي النقطة الصفراء دي، سواء ان انا اعدلها في الحالة دي عشان تبقى في نص التلاتة جيومتري، اعذروني، او في العموم في حاجات تانية موجودة قدام لما نيجي نبص. فرايت كليك set origin to geometry هيخلي الاوريجن بتاع الشكل في نص التلاتة، وغالبا النقطة دي هي نص التلاتة. طب انا دلوقتي عايز اديليت او اسيبريت جيومتري، ان انا افصل المربعات دي عن بعض. طبعا اللي انا ممكن اعمله دلوقتي ان انا اخش edit مود بتاب واقول انا عايز ان المربع ده يبقى اوبجكت تاني لوحده. هو حاليا ده جيومتري، كل دول جيومتري، 3 مربعات كلهم جيومتري جوه مسمى اوبجكت واحد عشان انا عملت كنترول جي. اهو ده الاوبجكت بتاعي، انا عايز افصلهم. فانا بخش تاب بدوس edit مود عشان اخش edit مود واختار المربع. طيب هنا بقى بيبقى في حاجه، ازاي ممكن ان انا اختار المربع بسهوله؟ هل هقعد بقى كليك ودراج لما اخترتش الحاجات دي؟ كليك ودراج يعني بص انا ممكن اختار كده وافتكر ان انا اخترت كل حاجه واجي ابص الاقي ان انا ما اخترتش دول. ليه؟ عشان السلكشن في بلندر مش بيروح ورا الحيطه. في حلين عشان اعمل كده. حل رقم واحد هي ان انا ابص على الفيو بوينت بشكل مختلف، ودي حاجه لسه ما اتكلمناش فيها وهنبتدي دلوقتي نتكلم فيها، فيا ريت نركز قوي في النقطه دي. في 4 طرق انا ممكن ان انا اشوف بيها الفيو بوينت بتاعت الفيو بوينت اللي هي 3 دي فيو بوينت اللي احنا قاعدين بنلعب فيها كل ده. اول طريقه هي الطريقه اللي احنا بنبص عليها دلوقتي، اللي هي بكل بساطه
انا ببص على الموديل من غير ماتيريال، من غير لايت، من غير ريندرينج، ومن غير الوايرز بتاعت الشكل. يعني واحدة من الطرق هي ان انا اشوف الشكل على انه واير، ان هو خطوط بس، فاقدر ان انا كاني بشوفه اكس راي. فعشان اعمل حاجه زي كده، كل اللي انا محتاج اعمله ان انا اجي هنا، هتلاقوا ان في حاجه اسمها واير فريم. فانا لو دخلت على الواير فريم سواء من هنا، وهوريكم الطريقه التانيه، هقدر ان انا اشوف الشكل كواير. لو دوست على هنا هتلاقي ان انا بشوف الشكل كسوليد فيو. الاثنين التانيين مش مهمين دلوقتي خالص، سيبكم منهم، المهم على جنب عشان احنا لسه ما اتكلمناش عليهم. مش عايزين نتكلم على اي حاجه احنا مش هنطبقها على طول. فانا دلوقتي اقدر ان انا اشوف واير، او اقدر ان انا اشوف سوليد مود. هل في طريقه اذكى من ان انا كل شويه اروح فوق؟ في. ممكن انا ادوس زد. لو دوست زد هيبين لي المنيو دي، بيقول لي سوليد، ماتيريال بريفيو، واير فريم، ولا ريندر، انت عايز تشوف بأنهي شكل. ففي الحاله دي انا اروح على واير، زد، سوليد، زد، واير، زد، سوليد، زد، واير. هي دي الفكره. طب انا ليه، ايه هدف ان انا اشوف حاجه واير؟ عشان دلوقتي لو انا زي ما اتكلمنا في سوليد مود وعملت كليك ودراج، انا مش بختار ممكن ما اختارش الحاجات اللي ورا. يعني بص، لو عملت كده مثلا، او عملت مثلا كده، ممكن ما اختارش الحاجات اللي ورا اهو، ما اخترتهمش. شايفين؟ مش عارف اختار الشكل بشكل كويس، دايما في حاجه هتتبقى ورا. الواير فريم بيخليني اختار كل حاجه، انا شايف ورا الاوبجكت، فاقدر ان انا اختار على طول. فدي حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية هي إن أنا أدوس ال. في الحالة دي معناها linked، معمول له linking. يعني إيه؟ يعني دلوقتي تخيل إن أنا عندي الشكل ده، كل الوشوش بتاعته مربوطة ببعض. الشكل ده كل الوشوش بتاعته مربوطة ببعض. الشكل ده كل الوشوش بتاعته مربوطة ببعض. لو أنا بالماوس كده وقفت بس على أي حاجة فيهم، أنا مش هدوس أي حاجة بالماوس دلوقتي، أنا بس واقف بالماوس على أي حاجة فيهم ودوست زرار ال لينكد. وكل ده المفروض يبقى عندك في الكراسة دلوقتي تبتدي تكتبه ال. لما بدوس ال، اللي بيحصل على طول ان هو بيختار الشكل وكل حاجه مربوطه بيه. تاني، هقف هنا مثلا، انا عشان ادي سيلكت انا بدوس على اي حاجه بره. هقف هنا مثلا ادوس ال، هو بيختار لي كل حاجه مربوطه بالشكل ده. هدوس بالماوس بره، ال بيختار لي الشكل ده. اول ما بعمل كده اقدر ان انا اتحكم بالشكل على طول لوحده، الجيومتري بتاعتها لوحدها. ادوس ال اتحكم بالجيومتري دي لوحدها، وهكذا. بس اللي انا اقدر اعمله ان انا لو انا عايز اختار كل الاشكال، ودي حاجه احنا مش عايزين نعملها دلوقتي بس المهم نبقى عارفينها، بدوس A يعني ممكن اعتبرها A all، كل حاجه. فلما بدوس A هو بيختار لي كل حاجه جوه edit mode. هي دي الفكره. نفس الموضوع بره، يعني بره edit mode، بس ده مش مهم دلوقتي. بتختار كل حاجه، وانا واقف على الشكل بدوس ال بيختار لي الشكل نفسه. فدي حاجه مهمه جدا. طب انا دلوقتي عايز زي ما اتكلمنا ان انا الشكل ده ابتدي ان انا اشيله بره الاوبجكت. ازاي اعمل كده؟ بدوس ال وبعد كده بدوس بي بن، مش بي بوك، بي بن، بي. فبيظهر لي المنيو دي. المنيو دي هي السيبريت منيو. وفي الحاله دي انا عندي كذا طريقه اقدر ان انا اسيبريت بيها. ممكن اسيبريت بسelection. سelection يعني ايه؟ اللي انت مختاره، دلوقتي انا هفرقه لك عن بقيه الحاجه. بماتيريال، لو انت عندك ماتيريالز مختلفه هعملهم، هشتغلهم عن بعض. باي لوس بارتس، ودي حاجه مش مهمه قوي دلوقتي. في الحاله دي لما انا بدوس selection، اللي هيعمله ايه؟ ان اللي انا مختاره هيشيله ويطلعه بره الاوبجكت ويخليه في اوبجكت لوحده. فتاني بدوس ال بي وادوس على selection. فبصوا لو لاحظتوا حاجه، دلوقتي بقى اتنين اوبجكتس. انا هطلع بره edit مود دلوقتي بتاب، عندي الاوبجكت ده وعندي الاوبجكت ده، بقى عندي اتنين اوبجكتس دلوقتي. بس في حاجه، الاوريجن بتاع الاوبجكت اللي انا لسه مطلعه هو لسه في النقطه دي، لسه هنا. طب ازاي ارجعه؟ رايت كليك set origin to geometry. طيب انا دلوقتي عايز ان انا اديليت شكل كامل. بعمل ايه؟ تاب، بدوس ال ديليت، وعندي الاوبشنز دي delete vertices edges faces. الفرق ما بينهم في الحاله دي ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. ممكن ندوس على اي حاجه فيهم الثلاثه اللي فوق دول ومش هيفرق باي شكل.
يمكن هنتكلم في الديليتنج كمان شويه. هعمل ديليت هيشيل لي ايه الشكل تماما. رايت كليك سيت اوريجين تو جيومتري. فدلوقتي عرفت ان انا اديليت او ان انا سيبريت لو انا عايز. طيب تاني انا هديليت الشكل ده، انا بقى بس عندي الشكل ده. هل ممكن ان انا ادوبليكيت يعني غير اوبجكت مود؟ يعني لو جيت هنا عملت شيفت دي ده اوبجكت مود عملت دوبليكيت، بس هل ولازم بعد ما اعمل دوبليكيت لو انا عايز الشكلين دول يلتحموا بشيفت دي يعني امسك الاثنين وبعد كده كنترول جي فلفه طويله، هل ممكن ان انا ادوبليكيت جوه اديت مود؟ لو انا دخلت اديت مود وبعد كده دوست A عشان اختار كل حاجه او ادوس L عشان اختار كل حاجه مربوطه بالاوبجكت ده، شيفت دي هيدوبليكيت او يعني هيكوبي المربع جوه الاوبجكت مش بره الاوبجكت. ففي الحاله دي يبقى عندي حاجه زي كده، ودي حاجه مهمه جدا وهتستخدمها كتير غالبا قدام. طب هل ممكن ان انا اخد جزء معين من الشكل واشيله، مش الشكل كله مش المربع كامل، عايز اشيل مثلا ايدج او فيس مثلا وش مثلا من الوشوش دي؟ ممكن اخش اديت مود، هو مختار حاجه فانا هدوس بره عشان ما اختارهاش، وهاجي هنا على فيس واقول له ايه P separate by selection. فهو خلى دلوقتي المربع ده قطعة لوحده خالص. طيب هنشيل كل ده دلوقتي عشان مش محتاجينه، وعايزين ان احنا نعمل حاجة بقى دلوقتي، عايزين نفهم موضوع الديليتنج ده شوية. يعني موضوع السيبريتنج نوعا ما احنا فاهمينه، بس عايزين نفهم موضوع الديليتنج بقى شوية. انا دلوقتي عايز ان انا ديليت جزء من الاوبجكت بتاعي. ايه الفرق بين ان انا اديليت فيرتسيز ايدج او فيس؟ طبعا انا بديليت بزرار ديليت عادي جدا. ايه الفرق بين ان انا اديليت فيرتسيز ايدج او فيس؟ الفرق ما بين الثلاثه لما بمسك الفيرتسيز ده واقول له ديليت فيرتسيز، بصوا ايه اللي هيحصل، هيشيل 3 وشوش وايدجز كتيره. ليه؟ عشان الايدج ده والايدج ده والايدج ده عامل اساسي منهم هو الفيرتسيز ده. فلما بعمل كده ديليت فيرتسيز بيشيل كل حاجه. ولو انا جبت مثلا مسكت الاربعه فيرتسيز دول وقلت ديليت فيرتسيز، تفتكر ان هو هيشيل الوش ده بس؟ لا، بس هو بيشيل كل حاجه مربوطه بيه، عشان الايدج ده والايدج ده والايدج ده والايدج اللي ورا كلهم اساسي بالنسبه لهم ان الفيرتسيز ده يبقى موجود. طب لو انا قلت له مثلا مسكت مثلا الايدج ده ديليت ايدجز، هيعمل لي ايه؟ هيشيل لي الايدج بس هيسيب لي الحاجات اللي ايه مش مربوطه بيه. يعني عادي جدا الاثنين دول مش مهم عندهم ده موجود ولا مش موجود. لو انا عايز اشيل فيس، اللي انا بعمله ان انا باجي هنا في فيسز اختار الفيس اللي انا عايزه ديليت فيسز بس خلاص، عملت ديليت للفيس. كنترول زد همسك الشكل ده ديليت فيسز. كنترول زد همسك الشكل ده ديليت فيسز. وممكن نختار كذا حاجه ان انا دايس شيفت الثلاثه دول مثلا ديليت فيسز، فهيختار لي الثلاثه بالمنظر ده. ديليتنج مهم جدا جدا جدا. فبالنسبه لي الاساس ده مع انه تحس ان هو طويل وفي حاجات منه بديهيه، بس لو مش عندك مش هتعرف تتعامل مع المش، مش هتعرف تتعامل مع الجيومتري بتاعتك خالص اطلاقا. فمهم جدا ان احنا نبقى فاهمين ازاي نتعامل معاه. ان شاء الله المرات اللي جايه هنخش في اديتنج بشكل يعني اعمق شويه، بس في الحاله دي مناسب جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.